السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة وانتوا بتشوفوا هذا الفيديو بتاع اليوم. وصباح الخير او مساء الخير بقى حسب التوقيت اللي بتشوف الفيديو. الفيديو ده بعنوان ارفع راسك فوق انت جزائري. ده حقيقة. مواقف السيد الرئيس عبد المجيد تبون آه، ما بتخلص. تحس ان الجزائر دي الاخ الكبير للدول العربية والإسلامية. مواقف الجزائر ما فيش. الجزائر ما بتزايدش على اي دولة عربية عندها ازمة، الجزائر ليها اول داعم. بسم الله ما شاء الله، رب يجعل الخير دايما في الايد اللي تدي. احنا كده بنقوله في مصر. ربنا يجعل الخير دايما في الجزائر، وبسم الله ما شاء الله، يعني الله اكبر. الجزائر يعني قدمت الفترة الأخيرة دور كبير جدا مع اخواتها العرب. ونشوفوا الفيديو دوت تعرف انا بتكلم كده بقول ليه. لا يخفى عليكم وأنتم خير المتابعين والمهتمين الظروف الاستثنائية في صعوبتها وتعقيداتها التي يمر بها لبنان. فنحن نواجه منذ سنوات عدة أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخنا، نالت من سائر المؤسسات ووضعت غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر. لا تتركوه وحيدا، وشكرا والسلام عليكم. ومثل ما تكلمنا على انفراد سنكون دائما مع لبنان إن شاء الله. شكرا سيد الرئيس. اهو بقى السيد الرئيس عبد المجيد تبون او عمي تبون كما تقولوا. آه مش بيعزم عزومة مراكبية. عندك مشكلة كذا كذا كذا. شوف الراجل اللي قال ايه. رد صريح وواضح جدا. احنا ان شاء الله مش هنسمح فيكم كما تقول هو. الراجل ده بجد والله العظيم انا كل يوم يكبر في نظري اكتر. انا بجد انا ما كنتش نعرفه قبل كده، وممكن علشان المكالمة او علشان خاطر محرك البحث عندي بحثت عن كذا حاجات، كام حاجة تخصه عشان اجيب فيديوهات عشان اعمل الفيديوهات الاخيرة اللي هي. الراجل ده مواقفه عظيمة. الراجل ده شخصية عظيمة جدا. الراجل ده ما شاء الله يعني فعلا كما الاب، كما الاخ. موقف الجزائر بأمانة، انتوا ترفعوا راسكم انكم جزائريين. ما شاء الله، يعني حسيتكم على حاجة زي على هذا الموقف. وما شاء الله حلو انك تبقى قادر وتعمل لاخواتك. ف مفيش جديد هيتقال ولا في حاجة ممكن نقولها زيادة، على ان فعلا والله حب للجزائر واقتناعي بالجزائر وموقفي عند الجزائر دوت موقف كل يوم بيتأكد لي ان هو صح 100%. مفيش حاجة ممكن تكون يعني تضايقني اكتر من ان اخ يبقى في ايده حاجة وما يداش لاخوه، اكتر من اخ يبقى يقدر يعمل حاجة وما يعملهاش مع اخوه. فالجزائر ربنا يديم فيها الخير يا رب، ويجعل فيها الخير يا رب كده دايما ليوم الدين. واشوفها كمان وكمان في ازدهار، وهي بسم الله ما شاء الله يعني زاهية، وكل حاجة فيها ما شاء الله باهية، وكل حاجة ما شاء الله في الجزائر ليها طعم وريحة ولون كده مختلف. جزائر. آه، انا بجد فخور جدا ان انا مناسب من الجزائر. فخور جدا ان يا رب كده ربنا يكرمني بذرية صالحة ان شاء الله يبقى فيها دم جزائري، دوري بالذرية الصالحة. وانا فخور ان انا نسيبكم. وفي آخر التطورات، طلق رئيس الحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الجزائر السيد نذير العرباوي. وخلال الاتصال أبلغ ميقاتي أنه بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيتم تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لمساعدته على تجاوز الأزمة الحالية في قطاع الكهرباء.